اهلا بيكم مره تانية. النهارده فيديو جديد ومختلف. النهارده هنعمل مع بعض البتر تشيكن. الاول كده كل سنه وانتم طيبين. النهارده ده اخر فيديو في رمضان، ده اخر فيديو هينزل من سلسله رمضان، مش رمضان لسه هينزل فيديوهين كمان قبل العيد، بس ده اخر فيديو هينزل في سلسله رمضان. لسه الفيديو الخميس الجاي وفيديو يوم الوقفه، استنوهم برضه هيبقوا فيديوهين جامدين قوي. النهارده هنعمل مع بعض البتر تشيكن، والبتر تشيكن هي اللي عجبتنا في الايه، في المطعم الهندي اللي فات. بس الاول كده اول ما الفيديو يخلص عايزك تنزل تحت في الكومنتات قول رايك في سلسله رمضان اللي فاتت ديت. هما 6 حلقات مش كتير، بس 6 حلقات والله متعوب عليهم جامد جامد يعني. انزل تحت في الكومنتات قول لي رايك، وقول لي لو في حاجه ما عجبتكش قول لي عليها عشان نعدلها السنه الجايه ان شاء الله في سلسله رمضان الجديد. ولو عندكم افكار جديده برضه قولها لنا نعملها لكم. دلوقتي بقى نعمل مع بعض البتر تشيكن. البتر تشيكن بتاخد ايه؟ مكوناتها ايه؟ نجيب شويه فراخ نقطعهم كيوبس، بس كيوبس محترمه، وهنتبلها بايه؟ بكوبايه زبادي وميكس بهارات. ميكس البهارات ده هو اللي هيتحط على الفراخ، هو نفسه اللي هيتحط على الصوص. هو عباره عن ايه بقى؟ عباره عن بابريكا، جرام مصاله، بهارات هنديه مشكله، بصل بودر، توم بودر، كمون، بهارات عاديه، تمام، وطبعا ملح، طبعا ملح، تمام. نروح بقى للصوص. الصوص هيتكون فيه ايه؟ عندنا بصل، ده طماطم، عندنا توم، عندنا فلفل، عندنا حبهان، عندنا كمون حصى، ده للصوص. وطبعا زبده وكميه محترمه من الزبده، هي الاكله اسمها بتر تشيكن فلازم كميه محترمه من الزبده. وفي الاخر نجرنش كده بشويه كريمه طبخ. اخبط بقى لايك، شير، سبسكرايب، صلي على النبي، ويلا بينا نخش على الجهاز. اول حاجه بعد ما الطاسه سخنت ننزل بشويه زبده كده، ونديها شويه زيت عشان ما تتحرقش. اول ما تلاقيها ابتدت تسخن معاك كده تقوم نازل بالفراخ. زي ما انت شايف كده الفراخ شبه تقريبا استوت، تمام. هنبتدي بقى نطلعها من الصوص اللي هي فيه دوت، وهنعمل شويه رز بسمتي كده ابيض يتسلق عادي بس بملح من غير اي حاجه تانية عشان ياخد طعمه من التتبيله اللي تبقى جنبه، تمام. فرز بسمتي مسلوق بس من غير اي حاجه تانية، من غير اي اضافات. وطلع الفراخ من الصوص يلا. بس كده طلعنا الفراخ. نيجي بقى مكان ما طلعنا الفراخ وننزل ببقيه مكونات الصوص. هننزل اول حاجه بالكمون الحصى، تمام، والحبهان والثوم والفلفل، ونزود شويه زبده عليهم كده حلوين، تمام. تنزل تاني حاجه بالبصل، تمام، ونصبر على الطماطم بقى شويه، ونقلب البصل لحد ما يدبل خالص، تمام. نفضل نقلب في البصل شويه كده حلوين. بص كده يا باشا، بعد ما البصل خلاص بدأ يدبل خالص كده، دلوقتي بقى جت لحظة دخول الطماطم في المرحلة دي. ننزل بالطماطم كلها بقى، ونديها تقلبتين على نار عالية، وبعدين هم هادين النار بقى ومغطيين عليها. بس كده بعد ما شبه تقريبا استووا هنطفي النار بقى، وهنروح بيهم على الخلاط نديهم ضربة في الخلاط، ونرجع نصفيهم سوا. والرز خلاص شبه استوى، وطينا عليه بقى لفوق عشان يتلدن كده براحته. نرجع تاني بقى للطاسة بعد ما ضربنا الكلام ده كله في الخلاط. أول حاجة هنعملها برضه هننزل بحتة زبدة محترمة. أول ما الزبدة دي تسيح كده ننزل فيها ببقية البهارات، تمام، ونديها تقليبة. قلب 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 الزبدة كده على طول. بعدين ننزل بالصوص. بعد ما صفينا الصوص خالص كده، تمام، هو ده الصوص، هو ده شكل الصوص معانا. في قوام كده ماسك نفسه شوية يعني، ما يبقاش مية قوي برضه. بعد ما يتصفى هتلاقيه قوامه حلو كده. بعد ما القوام ظبط كده نجيب بقى الفراخ وننزل بالفراخ في الصوص، ونقلب بقى الفراخ في الصوص تقليبه حلوه كده، ونسيبهم مع بعض 10 دقايق كده ولا حاجه يغلوا مع بعض. بعد ما تسيبك كده 10 دقايق مع بعض ننزل عليها بايه؟ بكريمه الطبخ، تمام، كريمه طهي. ونديها بقى برضه ايه تقريبا في الصينيه كده خفيفه كده، كل حاجه تتجانس مع بعضيها، وبس كده نطفي عليها بقى. ويلا بينا نروح عشان ندوق. وبكده نكون عملنا مع بعض احلى بتر تشيكن، ولا مش احلى معرفش. تعالى ندوق. حته فرخه كده، شويه الرز ندخلهم في الصوص كده،
تسمي الله وتضرب بسم الله. حلوه قوي. تمام. بس قريبه بتاعت المطعم بنسبه كام في الميه؟ 65%، 70%. ما وصلتش يعني، مش زيها قوي، بس هي حلوه والله. دوق تاني كده. هي قريبه قوي، بس انا بس حاسس ان انا زودت البهارات سيكه يعني، سيكه زودتها سيكتين، انت بخف بهارات شويه، بس هي طعمها حلو مش وحش. لا حلو والله حلو. بس كده. مش تجربها تقول لي رايك تحت في الكومنتات. خف البهارات شويه. تمام. وقول لي رايك في سلسله رمضان كامله، عجبتك ما عجبتكش، التعديلات اللي من وجهه نظرك اقترحها، اللي ما عجبكش فيها، كل حاجه. بس كل شويه يلا سلام شباب.